في مدينة زوارة وبقية المدن القريبة منها يبلغ سعر الصهريج الواحد من المياه 150 دينارا، حيث يتسع الصهريج ل 12 ألف لترا من المياه. ويتزامن هذا الارتفاع في الأسعار مع صعوبة حصول المواطن على السيولة الكافية لتدبير حياته اليومية من المصارف. ويعود هذا النقص في المياه الذي أثقل كاهل المواطن إلى توقف محطة تحلية المياه بزوارة عن الإنتاج، وذلك بسبب عدم ورود الوقود الخفيف لتشغيل المحطة، والناتج عن سوء الأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة الغربية من سطو واعتداءات على سيارات نقل الوقود. المحطة حاليا متوقفة عن الإنتاج بسبب عدم ورود الوقود الخفيف لتشغيل هذه المحطة نتيجة للظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة الغربية. نقص في المياه أجبر بعض المسؤولين إلى السعي إلى إيجاد حلول بديلة لتشغيل المحطة، وذلك إما عبر توفير كميات لازمة من الوقود الثقيل أو عن طريق إمداد خط للغاز من مليتا حتى المحطة. نسعى في إيجاد البديل لتشغيل هذه المحطة عن طريق الوقود الثقيل أو بإمداد الخط الغاز من مليتة حتى للمحطة، والإجراءات إن شاء الله ماشية في التنفيذ. وأنشئت محطة تحلية المياه بزوارة في عام 2005، وتغذي المنطقة الغربية بأكملها من العجيلات حتى راس جدير غربا.